ابو جابل. خلاص اشرف بن شرقي وصل القاهره. خلاص اشرف بن شرقي اعلن فسخ تعاقده مع نادي الريان، او نادي الريان هو اللي اعلن الموضوع. اشرف بن شرقي بفانيله النادي الاهلي الموسم الجديد. خلاص هنشوف تريزيجيه واشرف بن شرقي، الثنائيه اللي شفناها قبل كده في الريان القطري هنشوفها، ولكن هذه المره في النادي الاهلي في القلعه الحمراء. اشرف بن شرقي، محمود حسن، تريزيجيه، جراديشار، وسام ابو علي، امام عاشور، قفشه، احمد رضا، العش. لعيبه نجوم كبيره يا جماعه في النادي الاهلي، ولسه كوتيسا ممكن يجي كمان، علي معلول ممكن يتأيد، في لاعب تحت السن، محمود الخطيب يضرب ولا يبالي. القلعه الحمراء من الاخر الاهلي بيطوح، اللي خايف يروح. نادي الزمالك في نار، في اشتعال وحريق كبير داخل نادي الزمالك. الدنيا هناك ولع نار، الناس مش مصدقه. جمهور نادي الزمالك يا جماعه مندهشين، النادي بيضيع. وخد التقيله وما تراجعش ورايا. احمد مصطفى زيزو وقع للنادي الاهلي، والاعلان خلال ايام بناء على رغبه النادي الاهلي. النادي الاهلي يا جماعه وقع مع زيزو وخلصوا كل حاجه، ولكن الاعلان خلال ايام بسبب ان النادي الاهلي مش عايز يضرب الزمالك تحت الحزام من الاخر. الضربه هتبقى موجعه قوي، خصوصا بعد انضمام بن شرقي وقبلها امام عاشور وغيرهم. فالنادي الاهلي وقع مع زيزو، ولكن مستنيين ان فتره الانتقالات تخلص ويبقى يتاكد بشكل رسمي ان زيزو خلاص مش هيجدد للزمالك. هيقوم النادي الاهلي يعلن عن زيزو، وهينضم زيزو للنادي الاهلي الفتره القادمه، ويبقى مع النادي الاهلي في كاس العالم. فرحه رهيبه وهستيريه. انتوا متخيلين يا جماعه؟ متخيلين السكواد هيبقى عامل ازاي؟ تخيل كده سكواد النادي الاهلي معايا الموسم القادم. حط كده تشكيله كده رسميه وغمض عينك وتخيل مصطفى شوبير، ولا تتخيل ليه اللعيبه موجوده بالفعل في النادي الاهلي. مصطفى شوبير، عمر كمال في اليمين، يحيى عطيه الله في الشمال، اشرف داري ومصطفى العش في قلب الدفاع، وسط الملعب امام عاشور ومروان عطيه، وحط قدامهم تريزيجيه، حط في وينج شمال اشرف بن شرقي عفوا، وحط جراديشار في اليمين، وسام ابو علي قدام. واضرب يا معلم، اضرب يا باشا. الاهلي بيطوح، اللي خايف يروح. اسكواد دمار شامل. احنا دلوقتي اللي هنخاف من اي فرقه في افريقيا ولا في الدول العربيه، وباذن الله في كاس العالم هنعمل شغل عالي من الاخر. الحمد لله النادي الاهلي اسكواد بقى قوي. لسه كوتيسا لو جه ما جاش هيجي في الصيف ان شاء الله. زيزو موقع خلاص، الاسكواد ضرب نار. ممكن عبد المنعم يجي في الدفاع كمان، ولكني افضل ان هو يفضل في الاحتراف. كده الحمد لله بقى عندنا اشرف داري، وعندنا مصطفى العش، وموجود رامي ربيعه، وموجود ياسر ابراهيم، واحمد رضا ممكن يلعبها، والدنيا ماشيه ومتعشيه وزي الفل. النادي الاهلي رجع للمسار الصحيح. النادي الاهلي بقى اقوى مما احد يتخيل، وانجات على اعلى مستوى. محمود تريزيجيه لاعب مصري، تعتبره لاعب مصري جاي من اوروبا، يعني تعتبره لاعب محترف زي المحترفين اللي انت جايبهم. جراديشار وشفناه في الماتش او المباراه الاولى امام بيراميدز، حاجه عالي. الوقت بن شرقي، وطبعا حدث ولا حرج، كلنا عارفين بن شرقي كان عامل ازاي مع الزمالك. وسيبك من الزمالك عشان الناس اللي بتقول انه مش في نفس مستواه مع الزمالك، ولكن بص المستوى السنه دي مع الريان. بص بن شرقي عامل ايه مع الريان، لاعب 40 مباراه تقريبا، 30 مساهمه. بن شرقي في عز تألقه الان في اللحظه اللي هو جاي فيها النادي الاهلي، حاجه عالي. وسام ابو علي الهداف الخطير الفلسطيني اللي مكسر الدنيا مع النادي الاهلي، وامام عاشور طبعا عارفينه محدش يقدر يتكلم. اسكواد رهيب، اسكواد اعلى مما تتخيل. كوتيسا ده لو جه الاهلي يا جماعه لاعب مش موجود في قاره افريقيا كلها، اعلى من تريزيجيه ومن بن شرقي ومن وسام ومن كل اللي تتخيله. حاجه رهيبه كده، حاجه كده. فاكرين كينو اللي كان في بيراميدز؟ حاجه كده شبيهه لكينو او اعلى من كينو كمان. فان شاء الله كوتيسا مخلص كل حاجه وجاي الاهلي، وانجات نار باذن الله. دوري ابطال افريقيا السنه دي في النادي الاهلي بكل سهوله، دوري المصري بكل سهوله في النادي الاهلي، في كاس العالم ان شاء الله هنصعد من المجموعه وهنكمل ونوصل لاقصى امل او لاقصى حاجه ممكن يتخيلها او يتمناها جمهور النادي الاهلي. كلنا في ظهر النادي الاهلي، كلنا ورا النادي الاهلي، كلنا بندعم النادي الاهلي، مساندين داعمين بقوه. النادي الاهلي دايما في الامام. دام الاهلي قويا بجمهوره، دام الاهلي عظيما بجمهوره وادارته وكل محبيه. هو ده الكلام.
سلام.